السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا دي كلها؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. قبل اي حاجة ياريت بقى كده اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان ما تنسيش اللايك لان انتوا بجد بتنسوه ودي حاجة بصراحة بتضايقني جدا. فياريت كده اول كده ما نتفرج على الفيديو، اول ما تسمعي الكلمة دي دوسي لايك على طول، ما تنسيش. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الروتين بتاعنا. وروتين النهارده روتين كده بسيط وخفيف، اي ست بيت طبعا بتعمله احسن مني كمان. فيلا بقى تابعوني ونشوف هنعمل إيه. طبعا اول حاجه كل ست بيت بتبتدي بيها في يومها هي الغسيل، سواء ان انت بتشيلي غسيل من الحبل، بتطبقي غسيل، بتنشري غسيل، وده بالظبط اللي انا بعمله دلوقتي. لميت الغسيل من على الحبل، وفي الحاجات اللي هي عايزه تتعلق في الدولاب تتعلق في الدولاب علقتها، او دخلتها الاوضه وبعد كده علقتها. وبعد كده بعد ما طبقت الغسيل نشرت غسيل جديد. ده روتين يومي لازم تعمليه، ما تأجلهوش لنص اليوم عشان تخلصي منه، وعشان كمان الغسيل ياخد كده الشمس وسطوع الشمس، وفاهمين انتوا كده الجو بتاع النهار الحلو كده، بالذات ان الشمس مفيدة جدا للهدوم وحاجة الفرش والحاجات دي. فمهم جدا ان انتي اول ما تصحي من النوم قبل اي حاجة تعمليها لازم ان انتي تنشري الغسيل بتاعك على طول، وتطبقي الغسيل، لا تركنيه على الكنبة ولا تسيبيه مثلا لما ريحته تطلع في الغسالة، ولا اي حاجة من دي خالص، ولا اللي يتكوم عليكي ومستنية بقى ان انتي تعملي كذا دورة غسيل. لا، على طول اول باول كده علشان ما يتراكمش علينا وعشان نخلص منه بسرعة. باحاول إن أنا أسرّع بسرعة عشان أدّيكِ القوة والطاقة والحماس كده اللي يخلّيكِ دلوقتي حالًا تقومي يا هانم تطبّقي كومة الغسيل اللي موجودة على الكنبة، أو تقومي تشيلي الغسيل اللي موجود بقى له 3، 4 أيام على الحبل. ويلا بينا بقى دلوقتي ندخل على الغدا بتاعنا. وغدانا النهارده غدا اقتصادي وغدا بسيط جدا، بدل ما تكلفي نفسك وتجيبي اكل من بره، لا ده اكل موجود في اي بيت. الرز والعدس، الرز والعدس قيمتهم الغذائيه عاليه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت موفرين، يعني ده يعتبر ارخص حاجه دلوقتي. فحاولي ان انت بجد في اليوم اللي انت مزنوقه فيه ومش عارفه تعملي فيه اكل ومش عارفه تتصرفي ازاي، او راجعه من شغلك متاخر، او صحتك متاخر وولادك راجعين من المدرسه، لا حاولي تعملي. والطريقه اللي انا بعمله بيها دي هتحبب ولادك في الرز والعدس لو هما مش بيحبوه. طب الطريقه دي ايه هي؟ الطريقه دي ان انت اول حاجه زي ما انت شايفه كده في الكاميرا، ان انت بتحمري شويه بصله، يعني بتبشري البصله وتسيبيها تتحمر كده في حبه زيت. وبصراحه مش بسيبها تتحمر، يعني بسيبها حاجه بسيطه كده في الزيت، يعني حتى ولا بتحمر. ليه؟ انا بحب طعم البصل في الاكل، يعني مش طعم البصل المتحمر، لا البصله نفسها بتدي ريحه كده في الرز والعدس، وبتدي طعم حلو جدا جدا جدا. بجد مش هتندمي عن الطريقه دي لو عملتها لولادك. حلوه وبسيطه وسريعه وطعمها حلو جدا جدا جدا. فزي ما انتوا شايفين هقولك تاني عشان تقومي بكرة ان شاء الله ولا دلوقتي تقومي تعمليها لولادك، ان انت بتجيبي بصلة بتبشريها وتحطي عليهم حبة زيت، تسيبيها شوية كده حاجة بسيطة قبل ما تحمر، تقومي ضايفة عليها الرز والعدس زي ما انا بعمل كده، وتقومي حاطة المية بمقدار المية على حسب الكمية اللي انت عاملاها من الرز والعدس، وتحطي شوية ملح وبس كده وخلاص، وتقلبيهم وتسيبيهم يستووا مع بعض، وتوطي النار خالص على الحلة بتاعتك اللي انت شغالة فيها. والله يا جماعة مش هتندموا ابدا على الطريقة دي، حلوة جدا جدا جدا. ده انا دلوقتي ضفت الملح اهو، وخلاص هقلب واغطي الحلة بتاعتي. طيب بعد كده عملنا جنبهم ايه؟ عملت جنبهم بطاطس مقلية، وعملت جنبهم سجق. طب ايه اللي جاب ده لده؟ لا هما مش هياكلوا سجق، بصراحة انا مش بحب اكلهم السجق والحاجات دي. يعني مش عارفة بصراحة، باحس إن هي مضرة أوي للأطفال، بالذات الأطفال اللي هُم أقل من 6 سنين، لأ حرام إن أنتِ تأكّليهم سجق وبرجر وحاجات من دي. لو عملتِ الأكلة دي أفيد لهم مليون مرّة، هتبني جسمهم مليانة بروتين حلو أوي. فلأ ما تكتّريش من السجق والبرجر والحاجات دي، وحاولي إن أنتِ، يعني أنا عملت لنفسي أنا وجوزي سجق وبطاطس مقلية، وهُم أكلوا الرز والعدس. بصوا بقى بعد ما حطيت الاكل على النار كان في كده شوية حاجات لازم تخلص في الحوض، حاجات بسيطة يعني طبق وكوبايتين، يعني مش حاجة خالص. فيا دوبك كده عملتهم بسرعة وخلصت منهم بسرعة بسرعة.
حاولي كده تكوني من الستات اللي هي بتحب ان هي تنجز يومها، تعمل حاجات كتير في وقت واحد. يعني ما تستنيش الرز والعدس يخلص عشان اقوم اخلص الحاجة اللي في الحوض، او استنى الرز والعدس يخلص عشان اقوم اعمل حاجة تانية. لا، اعملي كذا حاجة في وقت واحد، ده بجد هيفرق معاكي جدا. ساعات بيكون مرهق لينا، بس لما تحسي ان انت تعبتي ما تعمليش كده. لكن ما يكونش العادة بتاعك ان انت بتعملي كذا حاجة، ده بيضيع وقتك. يعني بتحسي ان انت بتخلصي الاكل بتاعك، او بتحسي ان انت تخلصي شغل البيت بتاعك على مدار وقت طويل، وانت ممكن تخلصيه في اقل من كده. فليه؟ لا، اعملي كذا حاجة في وقت واحد. الاكل على النار ما تستنيش مثلا ان انت مثلا عامله بتسلقي لحمه ابداي اعملي الرز. بتسلقي اللحمه خلاص، يبقى نعمل الخضار بتاعنا وناخد من الشوربه نحط على الخضار، وهكذا. خلي عيون البوتاجاز شغاله، هتلاقي نفسك ان انت بتنجزي حاجات كتير في وقت قليل، وبتخلصي اكلك وبشغل بيتك في وقت قليل. فدي برضو نصيحه مني ليكم. برضو من الحاجات اللي بتفيدني قوي، بالذات وانا بقلي بطاطس او انا بقشر بطاطس، ان انا بجيب كيسه واحط فيها القشر على طول. مش بكركب بقى الدنيا حواليا ولا احوس الدنيا حواليا بقى وتحسوا كده ان الدنيا كده مش نظيفه. لا، اول باول كده بحس بجد ان الدنيا زي الفل، وان انا لاحقه الدنيا مسيطره على الموقف. عارفين انتوا احساس ان الموقف تحت السيطره؟ الموقف بيبقى تحت السيطره بالتكات البسيطه قوي اللي انت ممكن تعمليها دي، وتفرق معاكي جدا جدا جدا. هنا اهو زي ما انتوا شايفين انا بقشر البطاطس بتاعتي، وللاسف البطاطس اللي انا قشرتها دي 4 صغنطتين خالص، بس طلعوا كتير عليا انا وزوجي. يعني برضو فاض منهم. بس مش اشكال، يعني الحمد لله برضو كنا وشبعنا. فحاولي ان انتي برضو تعملي على قد عشان الحياة بقت غالية قوي قوي قوي، ومش مستحملة مننا ان احنا ناكل ونرمي ونعمل اكل كتير وكده. فنحاول كده بقى ان احنا نقتصد ونقتصر في حاجتنا كده، عشان نبقى ستات كده شاطرين وعارفين مصلحتنا كويس قوي. بس يا بنات بقى، فده كان كده الحاجات اللي انا عملتها، وقطعت البطاطس بقى بسرعه بسرعه بسرعه. وعايزه اقول لكم يعني ايه، الاكل ده كله على بعض ما خدش مني ساعه، والله ما خد مني ساعه بالظبط كنت مخلصه الاكل، واقل من ساعه كمان. ويعني هوريكم كمان يعني ايه، وانا بقشر البطاطس كده وخلاص حطيتها في الزيت، كنت بعمل حاجه تانية، عملت طحينه جنب السجق. كانت حكايه، بس للاسف ما صورتهاش معاكم. بص بقولك ايه، انت لو وصلت وسامعاني دلوقتي حالا ولسه ما حطيتش اللايك بتاعك، هزعل بجد هزعل. حط اللايك بتاعك يلا، وانضم لعيلتي الجميله كده، وعايزه كده القناه بتاعتي تكبر. وبجد مبسوطه قوي ان الفيديو الاخير جاب مشاهدات عاليه، وحاسه كده فاهمين ان انا مبسوطه جدا 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 جدا. يلا فرحوني اكتر واكتر بقى المره دي، وتبقى مشاهدات اكتر واكتر، ولايكات. اللايكات اهم حاجه، هي اللي بترفع الفيديو. فوصليه لعدد اكبر عدد من الناس كده، عشان ان شاء الله القناه بتاعتنا تكبر كده يعني فخوره بكل حد بجد بيشوف الفيديو بتاعي، وبيكملوا للاخر كمان، او بيحطوا لايك او بيحطوا كومنت حلو. فشكرا بجد جدا جدا، وحاسه ان انا مستمتعه وبعمل حاجه انا مبسوطه بيها قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم. يعني انا لما ببعد عن التصوير وببعد عن اليوتيوب، انا نفسيا بتعب قوي، بتعب جدا. ف اعملي الحاجه بقى اللي بتريحك بقى نفسيا، شوفي إيه اللي بيبسطك كده واعمليه. اكيد اكيد ليكي هوايه، اكيد ليكي حاجه انت بتحبيها. ما تضيعش هوايتك، وما تضيعش الحاجه اللي بتطلعي طاقتك فيها وبتهربي فيها من تعب الدنيا وزعل الدنيا. لا، روحي واجري وفكري، وشوفي انت متميزه في ايه وبتحبي ايه، بتحبي ايه. انا اليوتيوب مش في دماغي ان انا اجيب منه فلوس، ومش في دماغي ان انا اجيب منه مكسب. انا كل اللي في دماغي ان انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها، بعمل حاجه اللي بتريحني نفسيا. بصوا هنا بقى البطاطس كانت هتتحرق مني، بس لحقتها على الوهله الاخيره، خلاص بقى على اللحظه الاخيره. شايفين المنظر؟ بس الحمد لله لحقتها والله، وكانت حلوه وكانت زي الفل. أه بس كده بقى شلتها ولحقتها الحمد لله. وكان والله الغدا بسيط وحلو قوي. ف بس كده، يلا كملوا بقى الفيديو كده، واكتبوا لي كده كومنتات حلوه وكومنتات تشجعني وان انا استمر بقى والكلام ده، عشان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها وابقى كمان معايا ناس بيحبوني. بصوا شلت يعني ايه، بقيت بصفي بالمعلقه، لان انا الشبكه بتاعه البطاطس دي مش موجوده عندي.
فبحاول ان انا اصفي بالمعلقه كده بالراحه خالص. وشلت اهو البطاطس كلها. بعد كده بقى حطيت السجق، وانا بقلي السجق طبعا وطيت النار خالص عليه، وعملت الطحينه. وبعد كده عملت بقى سندوتشات سجق بالطحينه، كانت عايزه بقكم بجد، كانت تحفه وحلوه قوي قوي قوي. بصوا بقى احنا كده وصلنا خلاص لنهايه الفيديو. فانتي لو وصلت لهنا يعني ما تنسيش الدعم بتاع اللايك، وما تنسيش الشير، وما تنسيش بقى الحاجات الحلوه دي، والاشتراك في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار مني. فاشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد وروتين جديد، وكل فيديو وانتم طيب. بحبكم قوي قوي قوي.